Audio Jungle. Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده معايا شوية فواكه حلوين كانوا عندي في التلاجة. معايا مانجا، معايا رمان، معايا كمان جوافة، ومعايا موز. لو اي فاكهة كمان موجودة نقدر نحطها في الوصفة بتاعت النهاردة دي. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل كوكتيل. وصفة سهلة وسريعة كده وبأي فواكه عندنا هنعملها. يلا على طول بقى نسمي بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف هنعمل ايه النهارده. زي ما انتم شايفين كده انا جبت الفاكهه طبعا وغسلتها كويس جدا، ودلوقتي على طول هبدا بقى ايه في تقطيع الجوافه. هنجيب الجوافه كده زي ما انتم شايفين اهو، بدات اقطعها نصاص، وهنعين البذور او البذر اللي جوه الجوافه كله. ولو عايزين طبعا نسيب البذر بتاعها زي ما هو كده ونعصره في الخلاط يعني، فلازم نصفيها بعد كده بمصفى. فانا شايفه ان كده اسهل بكتير ان احنا نعينه بالمعلقه الاول قبل ما نعصره عشان ما يغلبناش في العصير. بالشكل ده كده هشيل كل البذور بالطريقة دي. هبتدي بقى بعد كده اعمل ايه؟ هاخد جزء من الجوافة دي هاخدها جوه الخلاط اللي هو الجزء المستوي. يعني مثلا ايه، احنا بنلاقي في الجوافة في حبوب مستوية وفي حبوب ماسكة نفسها شوية. المستوي زي ما انتم شايفين كده هنحطه في الشفشق بتاع الخلاط، واللي ماسكة نفسها او الناشفة شوية اللي احنا هنقطعها مكعبات بالطريقة دي جوه البولة. واضحة قدامنا اهي. طبعا الكوكتيل ده نقدر نحط فيه كل الفواكه اللي احنا عايزينها. نقدر كمان نزود فراولة لو موجود، نقدر نزود تفاح، تين، بصوا كل حاجة اللي هو الكنتالوب. اي فاكهة عندنا موجودة ممكن نحط منها ونزودها. دلوقتي بقى كده بعد ما هنقطع على طول الجوافة هبتدي افصص الرمان بتاعي. قطعنا الجوافة اهو بالشكل ده كده. دلوقتي بقى على طول هنبتدي نفصص الرمان ونقشر كمان المانجا والموز. هتشوفوه دلوقتي كده اهو بعد ما خلصناهم اهم. دي كده المانجايه بعد ما اتقشرت، وكمان الموز وكمان الرمان بالشكل ده كده. هبتدي دلوقتي بقى اقطعهم. هنقطع الموز بالطريقه دي كده شرايح رفيعه، وما تكونش رفيعه قوي، اللي هي تخينه ولا هي رفيعه، عشان برضو تتحمل معانا، عشان واحنا بنقلبها ما تتقطعش او تتكسر معانا. يا دوبك كده الحبايه زي ما انتم شايفينها كده، لا هي تخينه ولا هي رفيعه. تقطيع شرايح بالطريقه دي. كل ده بعد كده هيتقلب على بعضه. هناخد بقى هنا اجزاء كده من المانجايه بتاعتنا، هي ما شاء الله كبيره، فهناخد منها اجزاء كده اللي احنا هنلاقيها ناشفه شويه يعني تتقطع مكعبات، وباقي المانجايه بقى الطريه دي كلها هنعملها عصير. دلوقتي بقى خلاص قطعنا المانجا بالطريقه دي اللي انتوا شايفينها دي مكعبات زي الجوافه بالظبط، زي ما قطعنا الجوافه. وهنقلبهم كلهم بقى بعد كده زي ما هتشوفوا دلوقتي معايا كده. تمام، قطعنا المانجا كلها اهو بالشكل ده، وبالمعلقه بقى وهنقلب كل ده مع بعضه. شايفين شكل الفاكهه يفتح النفس ما شاء الله. بقى قلبنا كله كده. هنبتدي نعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب الشفشق بتاع الخلاط عشان نحط فيه المانجا بتاعتنا وكمان الموز. هنقطع الموز بقى هنا اي تقطيع، ما يتضرب كله مع بعض مش هيبقى باين حاجه خالص. وكمان ادي اللي باقي من المانجا بتاعتنا هننزله برده كله كده مع باقي الفاكهه اللي في الشفشق. ودلوقتي هنحط بقى السكر المظبوط على حسب التحليه اللي احنا حابينها. وكمان هنجيب ميه، بس برضو مش عايزين نكتر ميه، يا دوبك بس كده شويه ميه ايه على قد ما هنضربهم في الخلاط عشان بس يتضربوا معانا كويس، عشان مش عايزينه خفيف قوي كده. هو لا هو خفيف ولا هو تقيل، مظبوط يعني يا دوبك. هبتدي بقى دلوقتي كده انزل على الفاكهه بالعصير ده. وده كده كان الكوكتيل السهل البسيط اللي احنا عملناه في البيت من الفاكهه الموجوده. طب احنا بقى لو عايزين نعمله زي اللي بنجيبه من بره بيبقى طبقات كده زي ما بنشتريه من العصاره، هنعمل ايه؟ سهل جدا برضو.
هنضرب كل عصير وحده، يعني مش هنحط الجوافة على الموز على المانجا ونضربهم زي النهارده كده، لا. هنعمل ايه؟ هنضرب المانجا وحدها، وهنضرب الموز وحده، وهنضرب الجوافة وحدها، هنضرب الفراولة وحدها. ده لو عندنا فراولة يعني، وهنحط فراولة او هنزود فراولة. فهنضرب كل عصير وحديه. تمام. وهنيجي بقى على الكوبايات او الحاجات اللي هنقدم فيها. هنحط طبقة مثلا من المانجا، هنحط فوقيها العصير بتاع المانجا. هنيجي نحط فوق المانجا الموز، نحط فوقيه العصير بتاع الموز. هنيجي نحط فوقيهم مثلا فراولة، نحط فوقيهم العصير بتاع الفراولة. يعني كل نوع فاكهة هنحطه هنحط فوقيه العصير بتاعه. والراعي يا جماعة ان لازما العصير اللي احنا هنضربه، لو هنعمل كوكتيل طبقات، يبقى العصير تقيل عن ده. يعني ده مظبوط معانا، لا هو خفيف ولا هو تقيل، عشان عاملين كل الكوكتيل مع بعضه. انما لا، لو عايزينه زي اللي بنشتريه من العصارة، يبقى هنخلي يا دوبك بس العصير ده اللي هنعمله حاجة بسيطة كده من المية اللي هنزود بيها بس على قد ما هنضرب. مش هنخليه معانا بالطريقة دي او خفيف كده شوية معانا، لا. عايزين القوام بتاع العصير يبقى تقيل جدا زي ما بنجيبه كده من العصارة. تمام. ونعمل ايه بقى؟ نخلي كل حاجة زي ما قلت كده، كل نوع فاكهة هنحطه فوقيه العصير بتاعه زي ما شرحنا وقلنا كده. يعني مثلا ايه، هنحط طبقة موز، نبقى ضاربين العصير بتاع الموز بشوية لبن، ونحط طبقة الموز في الكوباية، وفوقيها شوية من عصير الموز اللي احنا عملناه بسنة من اللبن بس على قد ما هنضربه يعني ايه في الخلاط. تمام. يا رب كده كنا عرفت مثلا او قدرت اشرح لكم احنا لما بنجيبه من بره بيبقى ازاي. عايزين نعمله كده ماشي، عايزين نعمله بالطريقة السهلة البسيطة دي برضو ماشي. تمام. ده كده كان الكوكتيل بتاعنا يا جماعه زي ما انتم شايفين. بصوا، روعه في قمه الروعه والله بجد، حاجه ما شاء الله. والطعم بقى ما اقولكوش، انتوا ان شاء الله تجربوه تعرفوه يعني وتدوقوه وتشوفوا كان عامل معانا ازاي. مش قادره اوصف لكم جماله وحلاوته في الشكل وكمان في الطعم. ان شاء الله تجربوه كده ويعجبكم باذن الله حبايب قلبي. يا رب تكون الوصفة بتاعتنا النهاردة عجبتكم. اللي تابع معايا الفيديو لحد هنا، يلا بقى كده نحط اللايك ونعمل شير لكل اصحابنا وحبايبنا عشان الفيديو ينتشر ان شاء الله كلنا نستفيد. واللي اول مرة يتابعنا يا جماعة ما ينساش كده يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد بإذن الله، او كل ما نعمل وصفة توصلكم. حبايبي اشوف وشكم على خير، واسيبكم في رعاية الله، احلى اخوات في الدنيا، مع الف سلامة.